المنزل الذي لا ينام. في أعماق الغابة المظلمة كان هناك منزل قديم يعتبره الجميع ملعونا، لم يكن أحد يعيش فيه منذ عقود، والقرويين يتجنبون مرور الطريق بجواره. كان هناك شابة تدعى أيما تبحث عن مأوى بعد أن ضاعت في الغابة. تصل إلى المنازل القديمة وتقرر البقاء لليلة واحدة. تدخل الباب العتيق وتجد للداخل مظلما ومهجورا. تبدأ الأحداث الغريبة، الأصوات الهمسية، الأضواء الغامضة، والأشبح التي تظهر في المرايا. أيما تكتشف أن لمنزل حمل سرا مظلما كان مأوى للأرواح المفقودة والأشبح لمشوها. تبدأ أيما في البحث عن الحقيقة وراء المنزل. تكتشف أنه كان مكانا لتجارب غير طبيعية، وأن الأرواح تبحث عن الراحة. تقرر مساعدتهم وتحل اللغز، لكن كلما اقتربت أيام من الحقيقة زادت الأحداث رهيبة. تتساءل: هل ستنجح في تحرير الأرواح الملعونة أم ستصبح جزءا من هذا المأي؟